فيلم اور تايمز أو نايستروس تيمبوس بياخدنا في رحلة عاطفية عبر الزمن، بيورينا إزاي التغيرات الاجتماعية بتأثر على العلاقات والهوية الشخصية. القصة بتحكي عن نورا وإكتور، فيزيائيين عباقرة بيلاقوا نفسهم بالغلط مسافرين من سنة 1966 لسنة 2025. هناك بيتغير شكل علاقتهم تماماً، وده بيخلينا نفكر في دور المرأة والرجل، التكيف مع الزمن وسعر التقدم اللي بنعيشه. القصة بتبدأ في مكسيكو سنة 1966 لما نورا وإكتور بيشتغلوا مع بعض في جامعة كبيرة. رغم عبقرية نورا، هي دايماً بتواجه عقبات بسبب مجتمع رجال مسيطر على مجال العلم. أفكارها كتير بتتجاهل أو حتى بتنسب لإكتور، اللي رغم إنه مش متعصب لكنه بيستفيد من النظام الأبوي بدون ما يحس. جوازهم رغم الحب اللي بينهم بيعكس الواقع ده. نورا بتحاول توازن بين طموحاتها العلمية ومسؤوليات البيت، وإكتور مسيرته المهنية ماشية أسهل. بعد السنين من البحث بيحققوا اختراع في الفيزياء الكمية ممكن يخلي السفر عبر الزمن ممكن. في تجربة ليلية في المعمل، حاجة بتغلط أو يمكن بتنجح بشكل غريب، طفرة كهربائية وضوء قوي بيخطفهم عبر الزمن. المشاهد بيحس مع نورا وإكتور بالحيرة والدوخة. في مشهد سريع بيمر بالعقود في ثواني، ولما الضوء يختفي بيلاقوا نفسهم في نفس المعمل، لكن دلوقتي في 2025 واللي متغير تماماً. رد فعلهم للصدمة بيبان لما بيخرجوا يشوفوا العالم حواليهم، تليفونات ذكية، عربيات كهربائية، موضة وعمران حديث. موقف مؤثر قوي بيكون لما يقفوا في ساحة الجامعة، حواليهم طلبة لابسين ملابس بسيطة والستات أيدات، مجموعات بحث، والتكنولوجيا حوالينهم مش قادرين يستوعبوها. المخرج استخدم تصوير قريب للوشوش عشان يبرز ده. عيون نورا مليانة أمل وإمكانيات، وجبين إكتور متجعد بالشك والقلق. بعد كده بيلقوا سكن مؤقت وبيبدأوا يتأقلموا على الحياة هناك. بيخترعوا هويات جديدة كزوار باحثين، وبيحاولوا يعرفوا إذا ممكن يرجعوا لزمانهم ولا لأ. الجامعة نفسها رغم التجديد بتفضل هي المكان اللي بيربطهم، وبيكتشفوا إن السفر عبر الزمن ده كان حالة فريدة مش هتتكرر، ومفيش طريقة للرجوع. النقطة دي بتفرق في ردود فعلهم. إكتور بيركز على الرجوع، أما نورا بتبدأ تشوف فرص جديدة عمرها ما تحت لها قبل كده. ده بيبني محور درامي قوي. نورا بتتأقلم بسرعة مع التكنولوجيا الحديثة، وبتنضم لفريق بحث متطور بقيادة ست بتقدر عقلها بدون تحيز. لأول مرة نورا بتحس إنها مقبولة لعقلها، مش بس كزوجة إكتور. بتغير ستايلها، بتحلق شعرها، وبتتبنى حرية التعبير اللي كانت محرومة منها في الستينيات. في مشهد قوي جدا، نورا بتقدم بحثها قدام جمهور كله انبهار وتقدير، والدموع بتسيل من عينيها، دموع فرح وحزن على كل السنين اللي صوتها فيها كان مغمور ومش مسموع. أما رحلة إكتور فبتاخد منعطف مظلم. الراجل اللي كان محبوب ومقدر بقى بيتوه في التكنولوجيا اللي الكل بيتعامل معاها بسهولة، ومعرفته العلمية اللي كانت متقدمة في 1966 بقت قديمة. تصرفاته الاجتماعية اللي كانت مقبولة قبل بقت دلوقتي مشكلة. في اجتماع لما أخد لنفسه الفضل عن فكرة مشتركة، اتصححوا بهدوء بس بحزم، وده خلى إحساسه بالإحراج والدفاع عن نفسه واضح. على عكس نورا اللي بتتخلص من قيودها القديمة زي ما بتشيل جلد قديم، إكتور متمسك بكل اللي يعرفه، وهويته بتتدمر يوم ورا يوم. المخرج استخدم إضاءة دافئة وحيوية حوالين نورا، بينما إكتور دايماً في الظلال، عشان يوضح اختلاف طرقهم وحياتهم. جوازهم بدأ ينهار تحت الضغوط الجديدة. نورا بتقضي وقتها برا البيت مع زمايلها اللي بتحترم عقلها، وإكتور بيبتعد أكتر في بحثه عن الرجوع للزمن القديم. في مشهد بيقطع القلب، نورا راجعة متحمسة من مؤتمر كانت المتحدثة الرئيسية فيه، بتلاقي إكتور منحني على كتب فيزياء قديمة، مش مركز معاها ولا مع نجاحها. disappointed بيقول لها بيأس، مش شايفه؟ إحنا مش من هنا، دي مش دنيانا. فردت عليه بثقة هادية، يمكن دي مش دنياك، بس أنا حاسه إني أخيراً لقيت دنياه. منتصف الفيلم بيورينا الانقسام الكبير ده من خلال مشاهد متوازية. نورا بتتعرف على فالنتينا، فيزيائية شابة وعبقرية، بتبقى معلمتها وصديقتها وبتساعدها تتأقلم مع الحياة الحديثة.
وهي بتعلمهم من وجهة نظرها الفريدة في الفيزياء الكمية. في الوقت نفسه إكتور بيلاقي رفيق في إدواردو، أستاذ قديم بيقدر أسلوب إكتور التقليدي ومعرفته التاريخية. من خلال العلاقات دي الاتنين بيلاقوا روابط مع الواقع الجديد بس طريق متباعد. لحظة حاسمة بتيجي لما نورا بتتلقى عرض وظيفة دايمة تقود فيها مبادرة بحث جديدة، ترقية كان مستحيل توصلها في الستينيات. في نفس الليلة بتلاقي إكتور متحمس لاكتشاف نظري ممكن يرجعهم لسنة 1966. التوقيت ده بيخلق الصراع الرئيسي. نورا لازم تختار بين الرجوع لعالم بيحد من قدراتها أو البقاء في مستقبل تقدر فيه تحقق عبقريتها، لكن ممكن تخسر زوجها. خلافهم الليلة دي بيكشف الظلم في وضعهم. نورا ببكي: أنت عايزني أختار بين عقلي وقلبي؟ إكتور اللي بدأ يفهم بيرد: عمري ما كنت محتاج أعمل الاختيار ده، لأنه عمري ما اتاخد مني حاجة. اللحظة دي بتكون بداية تحوله الحقيقي، مش بس للتكنولوجيا أو العادات الجديدة، لكن لرؤية العالم من منظور نورا. الفصل الثالث بياخد منعطف غير متوقع لما إكتور مع إدواردو بيكتشفوا إن التركيب الجزيئي الفريد ليهم بيضعف من وقت وصولهم 2025، وبيحسبوا إن معاهم حوالي شهر واحد بس قبل ما التأثير ده يقتلهم. المهلة دي بتجبرهم يواجهوا اللي فعلا عايزينه، وإكتور بعد ما فهم معنى المستقبل بالنسبة لنورا بيبدأ سرا يشتغل مع فالنتينا عشان يخلي نورا تقدر تفضل بأمان في 2025 وهو يرجع لوحده. لما نورا بتكتشف الخطة دي بتواجه السؤال الأكبر في الفيلم: هل الحرية اللي لقيتها تستاهل إنها تخسر راجل بتحبه؟ في مشهد فني جميل بتتمشى في المدينة بالليل بتفكر وتختار مصيرها، وهي فاكرة كل القيود اللي كانت محاصراها في حياتها القديمة والحب اللي كان هو اللي بيخليها تكمل. مع أول ضوء صباح بتوصل لقرارها. ذروة الفيلم بتتفتح في نفس المعمل اللي دخلوا منه أول مرة. إكتور جهز الأجهزة عشان رحلته للعودة، بس المرة دي بيواجهوها مع بعض، إيديهم في بعض والطاقة حوالينهم. المشاهد الأخيرة بتوري نورا وإكتور بعد 6 شهور من العملية عدى الوقت وظهر عليهم تغير واضح بسبب تعديل الجزيئات. إكتور بيدرس تاريخ الفيزياء لطلبة مبهورين، ومعرفته بالماضي بقيت نقطة قوة مش حاجة قديمة. ونورا بقت بتقود فريق البحث بتاعها، ونظرياتها بتغير قواعد الفيزياء الكمية. في آخر مشهد بيتقابلوا في الجامعة، وإكتور بيهدي نورا هدية صغيرة، خاتم جوازهم الأصلي بعد ما عدل مقاسه عشان كان خسران وزن في التغيرات اللي حصلت لهم. بيقولها في حاجات تستاهل تتحافظ عليها حتى لو احنا اتغيرنا في كل حاجة تانية.